بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة على سبب استعادة النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يرد إلى أرذل العمر. الحقيقة جملة كده دايما نقولها لكل واحد في عيد ميلاده: عقبال 100 سنة. والحقيقة ما تفهمش الناس ما تفهمش ان ده مش دعاء حلو. هل حلو ان البني ادم يعيش في هذا الزمان 100 سنة؟ الاجابة قالها النبي عليه الصلاة والسلام من اكتر من 1400 سنة، وهي قطعا لا. حقيقة البني ادم كل ما بيكبر في العمر كل ما اهميته للمجتمع اللي حواليه او حتى للدائرة الصغيرة اللي حواليه بتقل. بالنسبة للمجتمع شغله بيطلعه معاش عند سن معين، يبدأ بعد كده أهله، زوجته، أولاده، خلاص هو مجهوده بيقل، إنتاجه بيقل. فطبعا في التالي أهميته بتقل ليهم. ممكن يكون مع الوقت كمان زيادة كمان في العمر، ولاده اتجوزوا، ولاده سكنوا في مكان مختلف، بقى هو على هامش حياتهم، بدأ يبقى هو اما بيحب يحتاج حاجة ممكن الامراض تقعده، فيبدأ يبقى عبء عليهم. احساس سيء قوي بقى اما بتحس بعد ما كنت انت المتولي امور عيالك انك انت في وقت من الاوقات بتبقى عبء على عيالك. احساس مر جدا. ده سبب تاني طبعا ان فسيولوجيا الامراض كلها ومضاعفات الامراض المزمنة بتبدأ تزيد مع كبر السن. يبدأ تصلب الشرايين ووظائف المخ تختل ووظائف القلب تختل، ومضاعفات مرض السكر تحصل، والزعل يأثر جامد جدا على الأمراض المزمنة أكتر من الأكل. يبدأ حتى الشهية للأكل بتقل، فبالتالي الوزن يقل والمناعة تقل. الصعوبة تبقى أصلا في البلع بسبب اختلال وظائف المخ. حاجات كتير جدا بتخلي البني آدم خلاص في مرحلة شديدة من الهزال. ده بالنسبة للناحية الفسيولوجية. طب من الناحية النفسية بتحس البني آدم ان كل الناس اللي عاشت معاهم مشيوا، الجيل بتاعه كله مشي، وبالتالي بيحس ان هو في ناس جديدة هي اللي موجودة، قوانين جديدة، اخلاق جديدة، مجتمع جديد، تكنولوجيا جديدة، امكانيات جديدة هو ما يعرفهاش ومش عايش فيها. لغته بتبدأ ما تتفهمش، ما يبقاش هو بقى فاهم لغة الناس اللي حواليه، بيبقى في انفصال زمني. الحقيقة ده بيتجسد في مثلا ممثل راحل كان اسمه محمد توفيق رحمة الله عليه، اتوفى عند سن 105 سنة تقريبا. فما كانوا بيحتفلوا بقى بعيد ميلاده 100، نقابة المهن التمثيلية وكده، فبيقولوا له ناس كتير بتقول عقبال 100 سنة، انت فعلا وصلت ل 100 سنة، ايه احساسك؟ قايل كلام لازم يدعو للتفكر. قال انا حزين ان انا وصلت لهذا السن، لان كل اللي معايا واللي كانوا حواليا واحبابي مشيوا. انا مش فاهم انا قاعد لوحدي هنا بعمل ايه. انا حاسس ان انا عايش في زمن مش زمني وايام مش ايامي. فما كانش سعيد الحقيقة وهم بيحتفلوا بعيد ميلاده 100. وعشان كده ما يفضلش تقول عقبال 100 سنة لحد إلا لو كنت بتكرهه. أتمنى الله صحة جيدة للجميع وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.